وبعد 6 حلقات من مسلسل لام شمسية، واللي هو أكتر مسلسل مثير للجدل في الموسم الرمضاني بسبب الموضوع اللي بيناقشه عن التحرش بالأطفال، فأنا لما عرفت حبكة المسلسل مع تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، ده تقريبا تالت مشروع يجمعهم، فطبعا أنا كنت متحمس جدا. في رأيي إن مسلسل لام شمسية هو صاحب أفضل حلقة أولى في كل مسلسلات رمضان بالنص الأول والتاني، لأن الحلقة الأولى لما خلصتها كنت مبهور بيها. عندنا تقديم رائع للشخصيات، وأحلى حاجة بالنسبة لي إنه ما كانش مباشر أو استخدم exposition في العلاقات الشخصيات، لأنك لغاية الحلقة التانية هتبقى تايه، بس مع الوقت هتفهم علاقات الشخصيات واحدة واحدة. احنا عندنا شخصية نيلي اللي متزوجة من طارق، وعندهم يوسف اللي بعد كده بنفهم انه مش ابنها اصلا وابن طارق، بس الولد متعلق بيها جدا. وشخصية طارق بنكتشف انه بيحب واحدة اسمها نهال، ولكنه غلط معاها فبقت حامل منه وهو مخبي الموضوع ده. وعندنا شخصية وسام اللي هو مدرس العربي بتاع يوسف، وعلاقتهم حلوة قوي ببعض. ووسام متزوج من رباب اللي هي برضو شخصية غامضة، وبكل تأكيد هي عارفة حاجة وعندها سر عن وسام، لأن بعد كده بنلاقي إن وسام تحرش بيوسف، وده اللي نيلي حسيته، ولكن لسه مش عارفين هل ده حصل فعلا ولا بيتهيأ لها. كل ده بقى حلقة أولى بس، وأحلى حاجة إن المسلسل بيخليك تفكر هل ده حصل ولا لأ، وإن هدف المسلسل مش بس إنه يمسك الموضوع ويناقشه بأبعاده ويدينا الرسالة مباشرة، لأ هو عنده أولويات تانية ومهتم جدا بخطوط الشخصيات والدراما بتاعتهم. ومع نهاية الحلقة الأولى والصدمة اللي حصلت حرفيا هتخليك تتشد جدا للمسلسل، ومع مرور الحلقات بندخل أكتر في الجو وبنفهم أكتر الشخصيات، وكل واحد يا جماعة عنده جانب نفسي وصادم وحاجات لسه بنفهمها أكتر وأكتر مع الحلقات. المسلسل فعلا موتر وتقيل في المشاهدة، ومعظم كادراته مظلمة والإضاءة غامقة، وده طبعا مقصود علشان يوصل لك المشاعر اللي تليق بالأحداث. وعلى مستوى الأداءات التمثيلية، أنا من الناس اللي بتحب جدا تمثيل أمينة خليل. مش عارف هل الناس دي كتير ولا قليلة، ولكن شايف إن هي عاملة هنا الدور بشكل ممتاز، خصوصا الصراعات النفسية اللي عندها. وحتى الآن افضل اداء ليها كان في الحلقه السادسه اللي هي حلقه امبارح. كمان احمد السعداني، وده من افضل ادواره، ولكن افضل دور في المسلسل وصاحب الاداء التمثيلي الاقوى هو محمد شاهين. وكل ده واحنا لسه مش عارفين هو عمل كده فعلا ولا لا، بس تصرفاته تخليك تقول انه ضحيه. وعنده مشهد اول لما فاق من الغيبوبه عمله بشكل متقن جدا، وفعلا بيخليك تشك في نفسك. يسرا اللوزي كذلك عاملة أداء جيد جدا، وهتبقى مفتاح قوي في الأحداث الجاية. وباقي الأداءات المساعدة زي سراء جوبيل وصفاء الطوخي، وطبعا الطفل علي البيلي اللي يعتبر من أقوى الأطفال اللي ظهروا مؤخرا، كلهم بالنسبة لي كويسين جدا. الإخراج لكريم الشناوي رائع سواء في الكادرات والتصوير. فبشكل عام مسلسل لام شمسية لو كمل على الريتم ده مش بعيد يكون أفضل مسلسل في رمضان، بل كمان أفضل مسلسل في آخر 5 سنين، في آخر 10 سنين. بكل تأكيد أنا متحمس أوي لباقي الحلقات ومكمله لغاية نهايته.